السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وتكونوا دايما كويسين وفي أحسن حال. يلا بينا بقى عشان النهاردة هنعمل مع بعض الريسبشن، هنفضه ونشيل الحفاظات ونروقه ونظبطه علشان متبهدل جدا بصراحة يعني محتاج روتين يعني. امبارح ما نزلتكوش فيديو عشان كان عندي ناس في البيت وكده، فمعرفتش بصراحة ان انا اصور. عايزه اقول لكم لسه كده اللي هو مش بعرف اكمل كذا حاجه مع بعض بسبب اني بسبب يعني ببقى مشغوله بياسين وكده، مش بعرف اعمل كل حاجه براحتي. تمام. المهم بقى تعالوا بقى هنعمل ريسبشن ونشيل الحفاظات ونحط ونشيل كمان المفارش اللي انا بتاعت الركنه دي، علشان لسه حطاها انا. بس عارفين انتوا المفارش اللي انا كنت فرشاها معاكم اخر مره دي اللي كنت حطاها على الركنه، دي مفارش كده هي كانت قماشه عندي وقصيتها وحطيتها، فمش حلو قوي ان انا لما حد يجي لي ابقى احطها. فشلتها كده على السريع وفرشت الفرش اللي هو الرمادي ده. عايزه اقولك ان انا اللي مفصلاه بجد، انا اللي قصاه وانا اللي مظبطه المقاسات وعامله كل حاجه. كنت جايبه القماش من سوق الحد عندي هنا في شبرا الخيمه، كنت جايبه المتر تقريبا ب55، فكنت عايزه اعمل حاجه كده اقتصاديه، حاجه ما تكلفنيش قوي. فرحت بصراحه جبته، وجبت كمان الكنار اللي هو الابيض ده الاوف وايت. عايزه اجيب كنار تاني ليه واعمله كده في الحرف كمان بتاع البياضات دي، بس شكلها يعني مش وحش. بس بعد ما جبتها قلت لا، وانا ليه ما جبتش بيج؟ ليه ما جبتش حاجه تانية؟ بصراحه ندمت. المهم بقى ايه، فجيت هنا فرشتهم بس كده على السريع، علشان كان الحاجه اللي انا كنت فرشاها ما كانتش احسن حاجه يعني. لما الناس جولي يعني كان عندي قرايب جوزي، فما كانش شكلها حلو. تمام. المهم فرشتها كده وفرشت الحفاظات. انا اصلا كنت فرشه السجاده اللي انا فرشتها معاكم اخر مره، بس شكلها مش لطيف قوي يعني ان لما حد يجي لي افضل سايباها موجوده، خصوصا كمان ان هي مش بتغطي الارض كلها. فقلت افرش الحفاظات كده هي نظيفه اصلا. فقلت هفرشها بس ولما الضيوف يمشوا كده ابقى اشيلها تاني، علشان بتتوسخ بسرعه جدا مش عارفه ليه. على قد كده انا كنت جايباها اصلا لما جيت قبل ما اولد، قلت بقى هتبقى سهله في الغسيل وكده، وكمان غامقه مش هتتوسخ بسرعه، بس لا خالص، ابسولوتلي بتتوسخ بسرعه برضو. مش عارفه اعمل ايه والله، حاسه ان انا عايزه عايزه اعيش على الارض يعني، مش عايزه احط حاجه في الارض، بسبب ان الحاجه بتتوسخ بسرعه جدا، وانا بقى اقل مجهود صعب، اقل بجد مجهود صعب، بسبب اني ما عنديش وقت. الا ولا هو بسبب ايه؟ بسبب الكائن الصغنون السكر المسكر اللي انتوا شايفينه ده. ربنا يحميه يا رب ويحفظه ويجعله ذريه صالحه، اللهم امين يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق. المهم بقى شلت هنا ال البياضات دي، مش عارفه اسمها بياضات اسمها فرش ركنه، المهم يعني بعيد عن الاسامي. شلتها كده. عايزه اقول لكم ان انا كمان كنت عامله الشريط اللي انتوا شايفينه على ظهر الركنه ده، كانت بقى من القماش، فقلت استغل الموضوع ده واحطه برضو على ظهر الركنه عشان بيتطرب جدا وبيتطرب بسرعه، فنفعني بصراحه. وكان قصته سهله اصلا وكده، فبفكر ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه كده، بس مش دلوقتي، لما يعني لما ابدا كده الملم حالي واشوف الدنيا فيها ايه، بس كان هستمر يعني هنا ولا لا. ف بفكر ان انا اجيب حاجه تانية وتكون لونها فاتح. عاجبني قوي فكره ان يكون الكفر او عارفين انتوا البياضات البيج دي اللي نازله بتبقى بارزه شويه كده او محفره كده شويه، بتبقى شكلها شيك قوي بصراحه. شفتها عند كذا حد على اليوتيوب يعني شفتها عجبتني، فعايزه اعملها. تمام. المهم بقى هنا مسكنا بقى الشاشات بتاع الركنه، نفضتها كويس جدا وكنست تحتها، برغم ان انا والله كنت لسه عامله ريسبشن. بس هقول ايه، عندي عيال ما شاء الله يعني احباب الله، يعني هم احباب الله كل حاجه، بس هم قرود، يعني قرود ما شاء الله. عندي ياسين ده على قد كده، بس كل حاجه في ايديه يحدف على الارض، يعني شايفينه صغنوني ازاي، بس كل ما احط له شويه لعب كده حواليه يلعب بيهم يحدفهم على الارض. وادم ما شاء الله بيقلده، يعني انا مش عارفه، بعاني معاناه رهيبه. ادعوا لي والله العظيم ادعوا لي. المهم طمنوني عليكم، قولوا لي عاملين ايه، قولوا لي كمان ايه اخبار الشبكه عندكم، علشان يعني ربنا يا رب باذن الله. سمعت عن الحريق اللي هو في فرنسيس
بتاع شركة اتصالات، بجد ربنا يا رب يكون سلم كده. بصراحة انا مش عارفة قوي تفاصيل عن الموضوع، بس مش عارفة بقى هل في في يعني ابتدى وفيات او في ناس مثلا اتأذت ولا لا قدر الله، بعد الشر ربنا يا رب ما يجيبش اي حاجة وحشة وربنا يسلم الامور. بس فعلا الموضوع مؤثر جدا على الشبكة ومؤثر على النت كل شوية يفصل ويرجع وهكذا. فربنا يسلم يا رب باذن الله، وما يجيبش اي حاجه وحشه يا رب، ويعدي الموضوع على خير، اللهم امين يا رب. وما يكونش اي حد انضر او اي حد اتاذى، لان الاذيه لما بتيجي في البني ادمين بتبقى بصراحه يعني اصعب بكتير من اي حاجه تانية. فربنا يا رب يسلم باذن الله ويعديها على خير. بصوا كميه تراب طالعه، كميه تراب، انا حاسه ان في حد بيحدف عليا تراب من فوق بجد والله. انا حاسه ان في حد يعني بيكب تراب في الارض من كميه التراب. انا يعني يوم والله العظيم ايدي فيها، بس مش عارفه. يلا الحمد لله. المهم هنعمل ايه؟ دي حياه ولازم لازم نسعى ونستمر. بمناسبه السعي بقى، بصوا كنت قاعده اليومين دول على الفيس وكده، في كذا صفحه بتابعها على الفيسبوك كده بتديني طاقه. عارفين لما تبقوا متابعين حد بيديكوا طاقه بكلام بقى، بمواقف، بضحك، بهزار، بيدوكوا طاقه، بيخليكوا تكملوا، بيخليكوا حتى لو شويه حاسين بيأس او شويه حاسين بنفاذ. عارفين انتوا لما تحسوا ان انتوا خلاص استنفذتوا كل طاقتكم، او انتوا مش قادرين تكملوا، سواء بقى كنت في شغل او سواء مع بني ادمين او سواء مثلا في دراسه او في مشروع او في اي حاجه. عارفين لما بتحسوا ان انتوا عايزين تقفوا مش قادرين تكملوا، او بمعنى اصح مش شايفين الطريق كويس. فمن الصفحات كنت متابعه كذا حد وبصراحه فكان بيديني طاقه امل. ف انا من الناس اللي بيأس بسرعه على فكره، وبمل بسرعه وبزهق بسرعه. فقريت كذا يعني حاجه كده، فعلا اكتشفت ان هو انا ليه ما اعملش كده، ليه ما احس ان فالمهم من الصفحات يعني قريت كذا حاجه، وبصراحه يعني هم معلقين في دماغي، بس انا مش فاكره الكلام كويس. المهم اللي انا استفدته ايه، ان احنا فعلا الوقت اللي احنا فيه او الزمن اللي احنا فيه بقى اصعب بكثير من الاول او زمان كان سهل. بس انا بتكلم على الحاجات اللي بجد كان سهل. كان الواحد ان هو يعمل حاجه بجد كويسه، كانت هي من الحاجات اللي صعبه بس كان بيبقى ليها حلاوتها. انتوا عارفين دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص، والاحباطات بتزيد، وده بسبب ان احنا بنشوف على السوشيال ميديا. يعني مثلا انت دلوقتي مثلا دخلتي مجال معين وبتعملي حاجه معينه في حياتك، سواء شغل بقى حتى لو موهبه اي حاجه. دلوقتي الطموحات عماله تعلى تعلى تعلى، ونظرتنا كمان اختلفت خالص. يعني كل واحد فينا دلوقتي بقى نظرته مختلفه، وخصوصا ان احنا طول النهار تقريبا كلنا نفس الشخص قاعدين على النت وبنتفرج. قاعده بقى بتتابعي بلوجر معينه، بتتابعي مثلا حد معين، ما شاء الله الناس بتتقدم، الناس مش عارفه ايه، فتلاقي نفسك لا انا مش عارفه اعمل حاجه، انا مش عارفه اعمل زيهم. وخصوصا لو في حد في نفس المجال بتاعك. يعني مثلا عايزه اقول لكم اقرب مثل، عارفين في قنوات، يعني انا مثلا من القنوات اللي لسه صغننه جدا جدا جدا، بل تكاد تكون مش موجوده لسه. عارفين لما بقعد كده اتفرج ما شاء الله القناه بتاعت فلانه وببقى اتابعها، وببقى كمان بتمنى لها كل خير. ايه ده ما شاء الله اللهم بارك. لا دي فيديوهاتها بقت حلوه جدا وبتتقدم وفيديوهاتها بتتغير لا بتعمل حاجه حلوه جدا. انتوا فاهمين؟ فبتحس باليأس، لا انا مش هعرف اعمل كده، لا انا عشان اوصل مثلا للمرحله دي صعبه قوي انا فعلا. فبتحسوا ان انتوا خلاص مش قادرين تكملوا. فاهمين قصدي؟ فلما فعلا بقى قريت كذا مقولة دي او كذا الشخص اللي انا بتابعه ده على الفيسبوك وبيدوني طاقة ايجابية كده، لا اكتشفت فعلا ان مفيش حد يا جماعة بدأ كبير، ومفيش حد، وخصوصا في المجال بتاعنا على اليوتيوب او على اي ابلكيشن، مفيش حد بدأ هوبا كبير، الا بقى لو كان عمل ترند لحاجة معينة وفرقعت، والحاجة دي سواء كانت غلط او صح فهو عن طريقها كبر فجأة. فاهمين؟ والناس اللي بتكبر فجأة دي هي الناس اللي بتروح فجأة. خصوصا موضوع الترندات دلوقتي، ان بقت كل حاجة تتعمل مفرقعة غريبة بقت هي عبارة عن ترند. واحنا دلوقتي كل مدى الترندات ما بقتش بتطول. يعني مثلا الترند اللي بيطلع الاول كان ممكن يقعد شهرين 3 بنتكلم عن نفس الشيء، دلوقتي لا الترندات كل يوم، ممكن النهارده بنتكلم على حاجه طلعت واو نتكلم عليها يومين 3 بعديها وهكذا.
انتوا فاهميني؟ ده بقى ما يعتبرش نجاح. فدايما بقولها لنفسي والله العظيم ان هو طب لا كملي، على قد ما انا بقطع كتير، وعلى قد بوقف كتير، وعلى قد ما انا من الناس يعني انا اصور شويه واقف، اصور شويه واقف شويه، بس بقول لنفسي لا استمري وكملي، ولعل وعسى ربنا ان شاء الله باذن الله يوصلك لحته كويسه. انتوا فاهمين قصدي؟ لان مفيش حد بيعمل اي حاجه، وبالذات الحاجه الصح، وبالذات الحاجه اللي يعني اللي اللي البني ادم نفسه يكون راضي عنها، وربنا مش هيبارك له فيها، او ربنا مثلا مش هيكرمه فيها. السعي بجد هو اللي بينول المراد. يعني اسعوا وقولوا يا رب، وربنا هيديكم كل اللي انتوا عايزينه، بس اهم حاجه ان انتوا تسعوا بجد، ان ربنا ما بيضيعش اجر حد، وربنا ما بيضيعش تعب حد. وعايزه اقول لكم ان فعلا ده اقرب مثل. يعني انا واحده من الناس، انا بقالي على فكره فاتحه او فتحت اول قناه على اليوتيوب. الكلام ده ثانيه واحده، ادم بالله عليك ما تعمل صوت جنبي. عادي يا جماعه، احباب والله عادي، مع ادم معدي من جنبي فقرر يعمل صوت فقلت له اسكت. المهم، فانا من الناس اللي فتحت قناه، اول قناه فتحتها على فكره كان عندي قناه غير القناه دي، كانت عندي تقريبا من 2018. 2018 كان ادم عنده ما شاء الله اللهم بارك سنه، وادم مولود 2017. يعني انتوا متخيلين كام سنه؟ 2018 يعني سنتين، حوالي 7 سنين. كانت اول قناه فتحتها. تمام، فتحتها قعدت شويه اصور وهكذا، واصور واصور. جيت حصل ضربات في حياتي، رحت موقفه. نقلت من مكان لمكان، ظروفنا حصل لها ضربات، جوزي حصل له ضربات شويه في شغله. المهم شويه حاجات كده عملت لي زي اعاقه، وقفت. مش اعاقه جسمانيه، لا اعاقه ذهنيه كده، اللي هو لا مش قادره اكمل، ما عنديش وقت للتصوير وما عنديش، وقفت. فاهمين؟ رجعت بعدها، كان الكلام ده بعديها بحوالي سنتين، رجعت فتحت قناه تاني، واللي هي اللي انا القناه بتاعتي دي فتحتها، وابتديت ان انا اصور تاني. تمام، ما يئستش بصراحه، وابتديت ان انا اصور تاني. برضو لقيت نفسي بوقف، كل ما بيحصل لي دروب في حياتي بوقف، كل ما تحصل عندي مشكله بوقف. فعايزه اقول لكم على حاجه، انا ما اجتهدتش كامل في القناه، ما اجتهدتش يعني، ما عملتش اللي عليا بصراحه، عشان ما بقاش بضحك على نفسي. انا ما عملتش اللي عليا قوي، ما تعبتش قوي، ما سعيتش قوي، ما عملتش المجهود اللي فعلا ربنا يديني عليه، يرضيني عليه، او ربنا يجبر خاطري بيه. فاهمين قصدي؟ فعلى قد ما بتعملي مجهود، وعلى قد ما بتتعبي على الحاجه اللي بتعمليها وبتحبيها، على قد ما ربنا هيكرمك. فاهمين قصدي يا بنات؟ انا ما تعبتش التعب اللي هو انا مستمره مثلا بقالي 3 4 سنين وبصور وبجتهد وبعمل اللي عليا، ولا انا ما عملتش ده. فعشان كده يمكن قناتي لسه ما اتشافتش اصلا، او لسه بسيطه جدا، او لسه ما، انتوا فاهمين قصدي؟ بس انا متاكده ان انا لو من اول ما فتحت القناه دي، ومش متاكده بس علشان انا مش بس ثقه في نفسي، لا ثقه في ربنا، ان انا لو كنت فعلا من اول ما فتحت القناه عملت اللي عليا، اجتهدت وسعيت وما وقفتش وتعبت فيها، وبذلت كل مجهودي عشان اطلع حاجه كويسه، او عشان افضل مستمره، اكيد كان ربنا هيكرمني، او كنت هبقى في حته تانية. فاهمين قصدي؟ فاللي انا مجهود اللي انا عملته هو ده نتيجته دلوقتي، ان انا لسه قناتي صغيره جدا. ان اي حد، عايزه اقول لكم ان هي بتبقى كرم، فاكيد انا مش هتساوى مثلا باللي تعبت واللي اجتهدت واللي عملت اللي عليها وبزياده، ونبقى انا وهي، ونبقى احنا الاتنين زي بعض. انتوا فاهمين قصدي؟ مثلا لو هنقارن مثلا ما بين واحده فاتحه قناتها مثلا من 3 4 سنين، وفضلت مستمره وتعبت وجهدت وعملت اللي عليها، اكيد هي في حته تانية دلوقتي. انتوا فاهمين قصدي؟ فمهما كان المجال اللي انت شغاله فيه، سواء كنت بتدرسي لسه، او مثلا عندك مشروع صغير، او بتشتغلي في مكان انت مجرد موظفه، اجتهدتي وعملتي اللي عليكي وسعيتي وتوكلتي على ربنا وعملتي المجهود المطلوب منك، اكيد ربنا هيكافئك، لان ربنا ما بيضيعش تعب حد، وربنا فعلا ما بيضيعش تعب حد. وخصوصا لما يكون البني ادم بيعمل الحاجه الكويسه اللي مش هتغضب ربنا. فاهمين قصدي؟ فاي حاجه بتعمليها بتتقنيها، بتسعي لها، بتعملي اللي عليكي فيها، هتلاقيها بكره بعده هتلاقيها. فما تس... انا بقول الكلام ده وكاني مثلا بقوله لنفسي بصوت عالي. عارفين لما تقولوا لنفسكم او تقعدوا تصحصحوا لنفسكم وتسمعوا لنفسكم كلام هو هيفوقكم؟ فانا بعمل كده والله، يعني لو انا بتكلم معاكم كاني بقول الكلام ده لنفسي.
اجتهدوا واعملوا اللي عليكم، بس اهم حاجه اللي عليكم. انا ما عملتش اللي عليا، وعشان كده ممكن اكون لسه بدري عليا قوي، عشان بس انا قرر يعني انا عماله حاسه ان الوقت بيجري، انا مش عارفه بعمل حاجه، انا ما فيش حاجه عملتها، انا عماله كل شويه اقطع. انا على فكره بحب التصوير جدا، وبحب المحتوى نفسه، وبحب الفكره. عايزه اقول لكم على حاجه عشان بس ما نبقاش احنا بنفشين وكدابين. اليوتيوب بيدخل مكسب كويس لناس، انا طبعا لسه ما جربتش، بس اكيد الواحد انتوا شايفين انه عارفين وعارفين كويس، وكلنا عارفين ان اليوتيوب مصدر دخل كويس جدا، بس مش لكل الناس. مصدر دخل للي بيسعى وبيشتغل وبيجتهد وبيعمل اللي عليه، وبيطلع افكار جديده وبيعمل محتوى كويس وبيفضل يعيش. لان اليوتيوب ده على فكره مش كل اللي بيطلع عليه بيفضل عايش، بيفضل مستمر. اهم حاجه المحتوى يبقى كويس، والناس تحبك، والناس تتابعك، والناس تعرفك، ومحتواك يبقى مكمل، مش حاجه مؤقته، او تلعب او تشتغل على ترند معين، او تشتغلي على ترند معين وتوقفي فجاه. انتوا فاهمين قصدي؟ فهو غير ان هو مصدر رزق كمان، انا بسعى له برضه، وربنا ان شاء الله باذن الله باذن الله هفكركم باليوم ده، ربنا هيكرمني برضو قصاده. ان انا حابه الموضوع، حابه ان انا يبقى عندي قناه، وعندي ناس تعرفني، ناس تتابعني، ناس تسال عليا لما اغيب يوم واتنين، ناس لو شافتني في الشارع انتي ولاء كذا كذا. انتوا فاهمين؟ فالموضوع فيه حاجه حلوه بالنسبه لي ان انا هبقى مبسوطه بيه، وحاجه في حياتي كانك بتشتغلي بالظبط في حاجه انت بتحبيها. انا فعلا انا بشتغل، او انا بقدم فيديوهات في حاجه انا فعلا بحبها، وقصاده برضو ان يبقى فيه مقابل مادي، يمكن مش دلوقتي، يمكن بعدين، ويمكن ربنا مش كاتب لي منه رزق خالص، برضو ده الله اعلم بيه. انتوا فاهمين قصدي؟ بس هي الفكره في السعي، الفكره في السعي، وربنا باذن الله هيرضي الكل. بجد بحب ارغي معاكم واتكلم معاكم عشان انتوا اخواتي. يا رب تكون الفيديو النهارده عجبكم، ويا رب كده اكون خفيفه على قلوبكم يا رب. لحد هنا الفيديو بتاع النهارده خلص، واشوفكم بخير.